حاجات لو عملتها لوحدك بالليل بجد انت بتعرض نفسك لخطر كبير واذى من الجن. الحاجات دي اوعى تعملها وانت قاعد لوحدك. انا هلخصها لك في 3 حاجات، بجد الموضوع خطير ومش هزار والكلام بجد، واتحدى لو الحاجات دي ما عدتش على اي حد فيكم. طيب ايه يا روشا الحاجات ديت؟ قوليها لنا علشان تكسبي ثواب ونخلي نفسنا في مأمن منهم، لان هما ما بيحبوش يشوفوكم مبسوطين، وانتوا عارفين ان الجن طاقة سلبية وانت طاقة ايجابية، علشان كده بيحاولوا يصدموا فيك او يتصادموا معاك في اي وقت انت بتكون فيه فرحان او مبسوط. علشان كده انا بقولك الحاجات دي ما تعملهاش يا عم بالليل، وخليك في مأمن وخدها من قصيره احسن. طيب ايه الحاجات ديت؟ ال3 حاجات بمعنى دق. رقم 1، ان انت وانت قاعد بالليل قررت ان انت تروش على نفسك، زهقان بقى، فقررت ان انت تسمع اغاني. وماله؟ لا ده ماله عندك انت بس، مش وماله عنده هو. لان انت لما بتبقى قاعد وبتسمع الاغاني وخصوصا لو في الهاند فري، هو مش عايزك مبسوط ولا فرحان، انت قاعد مركز ومتسلطن قوي مع الاغاني ومش حاسس باي حاجه بتدور حواليك، بس بيخليك ان انت يتهيألك ان في اي حد بينده عليك، اي حد اللي حواليك، او ان في حاجه بتقع او حاجه بتتكسر. كل ده بيوهمك او بيخليك تتخيل ان في الحاجات دي بتحصل حواليك، حد بينده عليك او حاجات بتقع. علشان كده هو مش عايزك مبسوط، هو بيخوفك وبيخليك متوتر وبس. عشان كده ما تسمعوش اغاني بالليل. تاني حاجه، قاعد حبيت ان انت تروش على نفسك بالليل، فقررت ان انت تولع فيلم كوميدي علشان تخلي المود حلو. وماله؟ ما احنا قلنا وماله عندك، بس عنده هو لا، من عليه المال عنده غالي ولا حاجة. انت جاء موقف الكوميدي وضحكت من قلبك، او افتكرت موقف كوميدي فضحكت من عزم ما فيك وكنت مبسوط وفرحان، او حتى شفت فيديو خلاك في مود تاني مبسوط قوي. هو مش عاجبه كده، ما انا قلت في بداية الفيديو هو عايزك على طول مغموم. على فكرة ده كلام بجد، واتحدى في الموقف ده بالذات ان الموقف ده ما عداش على اي حد فينا. مرة واحدة كده وانت مبسوط وفرحان وبتضحك لقيت مودك اتقلب، لقيتك مرة واحدة اتضايقت وممكن توصل معاك لبكاء. عدى عليك، عدى عليكي، صح؟ ايوه انا واثقه. علشان كده هو قرر ان هو يغمك في ثواني، يقلب لك مودك من اللي انت كنت فيه من المبسوط والفرحان واللي بتضحك لحزين ومكتئب وبتبكي. عشان كده ما تشوفوش افلام لوحديكوا بالليل وتضحك من قلبكوا، مش شرط افلام، اي حاجه تخليكوا تضحكوا مبسوطين. الموقف التالت او السبب التالت، لو انت قاعد بالليل كده وسهران وكده وسمعت صوت حاجات بتقع حواليك، وخصوصا انا مش بقول في اي مكان، خصوصا في المطبخ او في الحمام، المكانين دول بالذات مطبخ او حمام، سمعت صوت حاجات بتقع فيهم او بتكسر، ما تروحش ولا تدور ولا ايه اللي بيقع اللي بيكسر. انت عارف ان مفيش حد في المكانين دول بالليل، فانت خدها من قصيره كده وادخل على سريرك ونام مشخر واحلم احلامك يا عم الحاج. هما بيعملوا لك او بيوجهوا لك رساله ان احنا خلاص اتنفخنا منك، انت ضايقتنا خنقتنا، انت ليك وقتك واحنا لينا وقتنا، احنا دول اماكننا وانت قاعد سهران واحنا مش عارفين ناخد راحتنا. فبيضايقوك بيوهموك، فبيخلوك تشك او بتسمع ان في حاجات وقعت او اتكسرت، علشان يقولوا لك خف بقى يا عم الحاج وادخل نام. فانت خدها من قصيره وادخل نام في سلام واحلم كام حلم كده ووسط الاحلام. دي تحذير علشان تخلوكم في امان، وبلاش تضايقوا وخدها من قصيركم عشان اوعوا تعملوا الحاجات دي بالليل لوحدكم. تحذير تحذير تحذير. سلام، وربنا يحفظنا ويحفظكم. أهم شيء حصنوا نفسكم بذكر الله وبقراءة القرآن الكريم، وخصوصا آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، وطبعا قل هو الله أحد والمعوذتين وأذكار الصباح والمساء. داوموا عليها، داوموا عليها يا جماعة، صدقوني هتحصنكم من أي حاجة وحشة. ربنا يحفظنا ويحفظكم من شر الشياطين الإنس والجن، لأن بجد أنت أقوى بذكر الله تعالى. سلام.